السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ الا كنتو من عشاق الغموض والرعب والاسرار، فمرحبا بكم في حكايات الظلام، فين كل قصة عندها سر وكل سر عنده ثمن. في واحد النهار في عام 1897 تلقات شابة سميتها زونا ميتة في دارها في مقاطعة جرين بير في فيرجينيا الغربية. الموت ديالها كان صادم، ولكن الغريب هو الطريقة اللي تلقات بها. كانت ممدودة بهدوء غريب بحال الا ناعسة، ما كان حتى اثر واضح ديال العنف، حتى لدرجة ان الطبيب ملي جا شاف الحالة ودار التقرير الاولي قال بلي الوفاة كانت حادث مؤسف وماشي جريمة. الناس حزنوا عليها وتدفنات بسرعة، ولكن القصة ما سالتش هنا. زونا تزادت في عام 1873. حياتها ما كانتش سهلة، عاشت ظروف صعيبة وزاد تعقد الوضع أكثر منين ولات أم وهي مازال ما مزوجاش. في هذاك الوقت هادشي كان كيتشاف بشكل خايب في المجتمع، وكان صعيب عليها تلقى واحد يقبل بها. ولكن رغم هادشي كامل تعرفت على راجل سميتو إدواردو. كان جديد في المنطقة وقال بلي باغي يبدا حياة جديدة. وقع واحد التفاهم بيناتهم بسرعة، وحتى الحب دخل بينهم في مدة قصيرة. تزوجوا في 20 أكتوبر 1896 في وسط واحد الفرحة ديال الأم ماري اللي كانت حتى هي باغية تشوف بنتها مستقرة. في الأول كل شي كان باين عادي، زوجين عايشين في هدوء وكيبان عليهم السعادة قدام الناس، ولكن هادشي كان غير من برا. نهار 23 يناير 1897 ما دازت حتى 3 شهور على الزواج ديال زونا، حتى وقعت واحد الفاجعة. واحد النهار واحد الولد صغير كان غادي يدير شي خدمات بسيطة في الدار ديالهم، دخل باش يقضي شي غرض، ولكن توقف فجأة. لقى قدامه كانت زونا طايحة في الارض حدا الدروج، ما كانتش كتحرك، وجهها كان غريب بحال اللي لا فيه شي حاجة ماشي طبيعية. هداك الولد خاف بزاف، مشى كيجري مشى عند ادوارد باش يعلمو. منين وصل ادوارد بان عليه القلق، ولكن تصرف بطريقة غريبة. بدل ما يخليها في بلاصتها شد الجثة ديالها وطلعها للفوق بسرعة، دخل بها لغرفة النوم وحطها فوق السرير، وبدا كيدير واحد الحاجة اللي خلات بزاف ديال الناس يشكوا فيه. بدل لها حوايجها وحتى العنق ديالها، كيحاول يغطيه. منين جا الطبيب لقى زونا ممدودة بحال ناعسة. ادوارد حداها كيبكي، ولكن بواحد الطريقة مبالغ فيها. كل مرة الطبيب كيحاول يتقرب لادوارد كيتدخل وكيمنعو باش يشوف مزيان. في الاخير الطبيب دار التقرير ديالو وقال بلي الوفاة كانت حادث مؤسف. بعض الناس اللي كانوا حاضرين الجنازة وحتى الام ديالها بداو كيلاحظوا التصرفات الغريبة ديال ادوارد. كان تيشد في الراس ديال زونا بواحد الطريقة غريبة، وما كيخلي حتى شي واحد يقرب ليها، وكل مرة شي حد كيبغي يقرب كيحاول يبعدو. ولكن الطبيب ملي دار التقرير ديالو قال بلي الوفاة كان حادث مؤسف، صافي حتى واحد ما تجرأ يقول شي حاجة. من بعد 4 ديال الأسابيع الأم ديال زونا اللي كانت مازالة مصدومة بدات كتشوف بنتها في الأحلام. في الأول ظنات غير شوق أو تأثير الصدمة، ولكن الحلم تكرر مرة 2 3 بزاف ديال المرات. وزونا ما كانش ساكتة، كانت فوق ما كتجي لمها في الحلم كتقول لها أنا ما متش غير هكا، أنا تقتلت. الأم بدات كتخاف وما بغاتش تصدق، ولكن الطريقة اللي كانت كتهضر بها زونا ما كانتش عادية. في كل حلم كانت كتعطيها تفاصيل أكتر. هنا الأم غادي تفكر نهار الموت ديال بنتها والتفاصيل كلها اللي كان تيدير إدوارد، وزاد تشعل الشك اللي عندها. ورغم ذلك ما عطاتش للأمر أهمية، ولكن مع مرور الأيام الأحلام رجعت، ولكن هاد المرة أقوى. زونا رجعت كتظهر الأم ديالها في الأحلام، وبدات كتعطيها تفاصيل أكتر وأكثر دقة. كتحكي ليها على حياتها مع إدوارد وعلى الحوايج اللي ما كان حتى واحد عارفهم. كتقول ليها باللي ما كانش داك الزواج اللي كيبان للناس، كان قاصح وكان عنيف وكان كيضربني وكان كيغضب بسرعة على أتفه الأسباب. وفي واحد الحلم زونا قربت أكثر من أمها وقالت ليها بصوت واضح راه الحقيقة مخبية، ولكن ما غاديش تبقى هكا. شنو هي الحقيقة اللي كانت مخبية؟ واش فعلا إدوارد كان ورا كل شيء؟ وشنو اللي غادي تكتشف من بعد؟ من بعد داك الحلم الأخير الأم دماري ما بقاتش ساكتة، مشات مباشرة عند المدعي العام وقالت ليه كل شيء بلا خوف، وقالت جملة واحدة خلاته يسكت:
انا متاكده بنتي ما ماتتش بوحدها. في الاول شك فيها، ولكن الاصرار ديالها والتفاصيل الدقيقه اللي كانت كتعطيه خلاوه يبدا ياخذ الموضوع بجديه. تم اعاده فتح القضيه وتمت الموافقه باش يتنبش القبر ديال زونا. كان نهار صعيب على الام ديالها، الناس تجمعوا والخوف كان باين في كل وجه. منين خرجوا الجثه داروا التشريح، وهنا بانت الحقيقه. العنق ديال زونا ما كانش عادي، كان مكسور بطريقه عنيفه، ماشي حادث عادي، كانت جريمه قتل. كل شيء بدا كيرجع لداك النهار، والتصرفات ديال ادوارد، طريقه التعامل ديالو مع الجثه، محاولته يخبي الرقبه ديال زونا، كل شيء ولا واضح. تم استدعاء ادوارد للتحقيق. في المحكمه بانت تفاصيل خطيره، تكشف باللي ادوارد ما كانش عادي، كان متزوج قبل اكثر من مره. الزواج الاول ديالو صلب الطلاق بسبب العنف، والثاني مراته ماتت في ظروف غامضه، وحتى هو كان تيهضر على الزواج مره اخرى، وكأن زونا ما كانتش هي الاخيره. الام ماري طلعت تشهد وحكت المحكمه على الاحلام ديال بنتها، كيفاش كانت كترجع ليها وكيفاش قالت لها الحقيقه. الناس استغربوا، ولكن الغريب ان التفاصيل اللي قالتها الام كانت مطابقه مع نتائج التشريح، وحتى القاضي ما قدرش ينكر هذا الشيء. نهار 11 في شهر 7 1897 صدر الحكم على إدوارد بأنه مذنب. حكموا عليه بالسجن مدى الحياة، وكان ممكن يتحكم عليه بالإعدام، ولكن القرار ما كانش بالإجماع، ودخل للسجن فين بقى لسنوات حتى مات. الناس في ديك المنطقة بقاو كيهضروا على القصة حتى اليوم، وكيقولوا باللي زونا ما رجعتش غير في الحلم، زونا رجعت باش تحقق العدالة. وكان ما كانتش الأم سمعت لها، يمكن الحقيقة كانت غادي تبقى مدفونة للأبد. بعد الأرواح ما كترتاحش حتى كتقول الحقيقة. كاينين أسرار الناس كيدفنوها، ولكن كاينين أرواح كترفض تسكت. وهنا زونا ماشي رجعت للحياة، ولكن رجعت باش تكشف القاتل ديالها. وهنا كتسالي الحكاية ديالنا. كنت معكم في حكايات الظلام، نشوفكم في حكاية جديدة أكثر ظلاما.